الآن انتهى العرس الانتخابي كما يقولون، وهذه نتائج التصويت داخل هذه المحطة. مركز الاقتراع مكون من 3 محطات. في هذه المحطة هنالك 550 ناخب يحق لهم التصويت داخل هذه المحطة. عدد الأوراق الصحيحة 243، عدد الأوراق الباطلة 10، وعدد أوراق الاقتراع داخل الصندوق 253. يعني 253 شخص انتخبوا في هذا المركز. هنا نتائج الأحزاب المشاركة في هذا الاقتراع. عدد الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب داخل محطة الاقتراع هذه فقط تظهر بهذا الشريط، ما يعرف بشريط النتائج. نستعرض جزء منها بدون ذكر الأرقام التي حصلت عليها الأحزاب. مثلا هنا يحدد أرقام حركة الصادقون والإعمار، تجمع الفوزاخو، بدر، السيادة الوطني، تحالف قوى الدولة، عزم، الأساس، إشراقة كانون، الأستاذ دريد جميل، بالإضافة إلى حركة حقوق وتقدم وائتلاف دولة القانون وتحالف العمق الوطني. ما راح أذكر النتائج حتى لا يدخل ضمن الترويج لجهة سياسية معينة، خاصة في ظل استمرار عملية العد والفرز اليدوي في داخل هذه المحطة في مركز دجلة الانتخابي في منطقة المنصور.